مساء الخير يا أدريانو. الفيديو دون هتبقى الحدوتة أو تكملة الحدوتة برقم 712. الفيديو تحت رعاية مصنع اللي يصنع الشاشة التفاعلية، هو المصنع الوحيد اللي في مصر واللي النهاردة محتاج مصدر ووكيل وموزع ليه وحتى مندوبين. نكمل الحدوتة ونقول اقتضت شؤون الفلاحة إن هم يعرفوا علم المساحة، بخاصة إن النيل كان بيغير الرقعة الزراعية في كل عام. كانت وحدة القياس المستعملة هي الذراع الملكي، واللي بيبلغ طوله حوالي 52 سنتي فاصل 3، يعني بيساوي تقريبا 20 بوصة فاصل 62. كم استخدموا ذراعا آخر بيصغروا قليلا وبيستعملوا الجمهور في معاملاته العادية، وقسموا الدراع دون ل7 أباضات متوسطة أو 6 أباضات كبيرة تآلفت كل قبضة منها من 4 أصابع، واستخدموا وحدة قياسية تبلغ 100 ذراع أطلقوا عليها اسم خط، ووحدة مساحية للأراضي المتسعة تبلغ 2735 متر مربع. دي بقى أطلقوا عليها اسم ساشات، ووحدة طولية للمسافات الكبيرة تبلغ حوالي 2 كيلو متر أطلقوا عليها اسم آترو. أما الموازين من الحجر أو المعدن كانت وحدتها الدبن، وزنته 91 جرام، جزءه قادت، وده بيعادل 1/10، يعني عشر الدبن. أما وحدة كيل الغلال فهي حاقات، حوالي 4 متر فاصل 785، ليها أجزائها ومضاعفتها. أما وحدة كيل السوائل فهي الهن، وده بيعادل 1/20 من الحقات، يعني 0.46 من اللتر. كده يبقى احنا خلصنا موضوع الحدوتة بتاعة الرياضات، إلا إن في اليومين دول حاجة كده بتحصل في مصر. أول ما انتبهت ليها قلت أحطها في جزء من الحواديت بتاعتي، لأني اهتميت بالخبر ده. كان عبارة عن يوم 25 مارس 2029. نيوز بريك لقيناها كاتبة بتقول رحلة سياحية إلى مصر لا تنسى. مصر بتقدم رحلة لا تنسى للزائرين من مختلف دول العالم والفئات العمرية، حيث تمتلك تاريخا وثقافة غنية، مواقع أثرية، شواطئ مشمسة، مناظر طبيعية خلابة، ووجهات سياحية رائعة ومثيرة للاهتمام، وبتستحق الزيارة، ده إلى جانب دفء استقبال شعبها وكرم ضيافته.
هي دي السطور اللي تضمنها تقرير مصور لموقع نيوز بريك، وده كان تحت عنوان اكتشف مصر وجهات سياحية رائعة يجب زيارتها، واللي فند الموقع من خلاله مجموعة من أفضل الأماكن السياحية والأثرية واللي يمكن للسائحين زيارتها. طبعا أهرامات الجيزة والمواقع الأثرية بمدن القاهرة، الأقصر وأسوان. وتطرق التقرير للعادات والتقاليد المصرية، تذوق المأكولات التقليدية، والقيام بجولة في شوارع مصر النابضة بالحياة. وتحدث عن مدينة الأقصر ومدينة أسوان، ساحل مصر الممتد على البحر الأحمر، وواحد سيوة. ده كان أهم الأخبار السياحية اللي حبيت إن أنا أنوه عنها. هنتكلم بقى في بداية الحدوتة دي ونكملها في الحواديت الجاية عن الزراعة. أول ما نتكلم عن الزراعة لازم نقول على طول النيل. بيعد النيل النهر العملاق بين أنهار العالم قاطبة، هو أعظم مجرى مفرد على الأرض، هو أغزر الأنهار فيضا، بيشق طريقه في الصحراء، يسري وحيدا في مهامها نصف المرحلة على الأقل دون أن يلتقي به رافد أو تسقط عليه الأمطار. رغم ذلك إنه لا يجف، بل بنراه لما بيقترب من نهاية الرحلة بيخلق أخصب بقعة على سطح الأرض، رغم إنه بيفقد في شبابه أروع قواه، إلا إنه بيظل محتفظا بحيويته حتى النهاية. طول نهر النيل بيعادل 10 أو عشر طول محيط الكرة الأرضية، ومع ذلك فبيتخذ أبسط الأشكال وأجملها، فهو يكاد يجري في استقامة، ده باستثناء بعض المنعطفات. المدى بيوصل ل 2750 ميل، لا يكاد ينحرف خلالها، طوال جريانه بأكثر من 250 ميل، حتى لنرى المصب بيقع نفس خط طول المنبع. قيل انه بيشبه الزنبقة ذات الساق الملتوية، هو ساقها الدلتا زهرتها، وواحة الفيوم برعم صغير بيتصل بيها. قيل كذلك انه بيشبه النخلة، بينتشر سعفها على شكل الدلتا. سرى قول هيروديت عنه عبر القرون من انه واهب الحياة لمصر، وانها كانت من غيره هتكون صحراء قاحلة.